فيلم القيمة العاطفية حطم الرقم القياسي في مهرجان كان بتصفيق دام 15 دقيقة، وفاز بالجائزة الكبرى في مسابقة مهرجان كان السينمائي. الحقيقة كانت ليلة سينمائية لا تنسى. دخل هذا الفيلم التاريخ من أوسع أبوابه بهذا التصفيق الذي استمر 15 دقيقة وبفوزه بالجائزة الكبرى، والقاعة اتملأت عن آخرها، ما كانش فيه كرسي واحد شاغر. والانهال التصفيق والتهليل على هذا الفيلم الرائع اللي حصل يعني على أعلى تقدير من الحكام. الحقيقة المخرج ترير وقف وقال كلمة جميلة جدا، وهو مخرج الفيلم. هل أنا هستشهد بقول المخرج الأسطوري لويس بونويل: أنا أصنع الأفلام لأصدقائي، وفي هذه الليلة أنا صنعت لكم فيلما لأنكم أصدقائي. الفيلم نجح نجاح ساحق حقيقي، يعني الحبكة بتاعته شديدة الحساسية، لأن أب عنده بنتين. الأب مخرج كان تسلط عليه الأضواء وكان مشهور، ثم الأضواء انزوت عنه فحب يرجع تاني إلى السينما. من ضمن هم البنتين، واحدة من بناته اسمها نورة، كانت ممثلة في المسرح، تحب تمثل في المسرح. هو حب يستعين بيها في دور البطولة، لكن المفاجأة ان هي رفضت، لان هو كان منفصل عنهم وهي رفضت. فاختار ممثلة من هوليوود عشان تبقى البطلة بدل بنته. من هنا بقى بدأت العلاقة المتوترة بين الأب وابنته، خصوصا مع دخول الممثلة الجديدة في حياتهم، لتصبح عنصرا جديدا في شبكة العلاقات العائلية المشحونة بالخلافات والمشاعر المتضاربة. اللي ميز الفيلم حسب رؤية النقاد الحاضر والعرض، قالوا إن قدم قصة شديدة الخصوصية بلغة سينمائية عالمية، ومزج بين النص الذكي والأداء التمثيلي الرفيع، وجعل الفيلم وكأنه يبدو شهادة حية على قوة الفن في ملامسة القلوب. الفيلم ده فيلم رائع وحقق نجاح ساحق حقيقي، وكان فيه أداء متميز. حبيت أقول لك عليه عشان هو يعني هينزل في دور العرض عشان تتفرج على يعني حاجة متميزة ومتألقة فنيا وأداء رفيعا. تحياتي وبشكرك.